اخوان تبارك الله عليكم. كيف ما كنبقى ننصحكم دائما، الدوش مهم بزاف للطويرات، خصوصا في مرحله غيار الريش. الدوش والتشماش، ها نتوما شوفوا هاد الطويرات قدامي، ها هما كيتشمشوا وكيدوشوا. دونك الاخوان كيف ما كتلاحظوا هادو الطويرات فريخات، يلاه مفطومين، ماشي بزاف، تقريبا عندهم شي سيمانه دابا باش تفطموا من عند الوالدين ديالهم. هما يلاه كيتعلموا يدوشوا، باقي ما عارفينش مزيان الدوش، ولكن من الاحسن كنخلي الطويرات هما يدوشوا بوحديتهم بلا ما نرشهم انا. والطريقه كيفاش كندير، كنجيب شي طير اللي كيدوش كبير، كيفهم الماء ويدوش، وكنعملوا معاهم وصافي، وكنعطيهم الطويصات ديال الماء. هما ملي كيشوفوه مشى يدوش حتى هما كيمشيو وكيبداو يتعلموا شويه بشويه. دابا هادو راه تعلموا، ما معاهمش دابا الطير الكبير، هما راه معلمين كيفهموا. ايوا صافي، وكنخليهم يدوشوا ويستحموا. ومن الاحسن يكون الماء ديال البحر، الا كان قريب لكم البحر تقدر تجيب الماء ديال البحر هو اللي تعطيهم يدوشوا فيه، لانه داك الملح اللي فيه، داك اليود اللي فيه، كيساعد على تغيير الريش بسرعه، وكيطلع لهم الريش صلب لامع وقوي. وصافي الخوت، هادشي هو اللي كاين. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.